بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اكتب هاتين الآيتين في ورقة واحملها معاك، وسوف ترى العجب وتتغير حياتك بشكل كبير إن شاء الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء. في طريقة مهمة جدا، وهو عن فضل آيتين من القرآن الكريم وكيفية استخدامهم في تحقيق البركة والشفاء. وإليك الملخص. أولا، فضل الآيتين: البركة والنصر. من يكتب هاتين الآيتين ويحملهم يبارك الله له في جميع أحواله وينصره على أعدائه. وأيضا استجابة الدعاء بهاتين الآيتين، فالدعاء مستجاب بإذن الله. الشفاء لهما نفع كبير في علاج الأمراض الجسدية والأمراض الباطنية، إزالة الخوف والهم. وذكر بعض العلماء أن حملهما يذهب الخوف والهم والغم. هاتين الآيتين دول الآية رقم 154 من سورة آل عمران، والآية رقم 29 الأخيرة من سورة الفتح. طبعا أنا هنذكر لكم الآيات في نهاية الفيديو. الميزة الفريدة ليهم إن كل آية منها تحتوي على جميع حروف الهجاء 29. كل آية فيها الحروف اللغة العربية 29. أما كيفية الاستشفاء بالآيتين دول كما ذكر الإمام عفيف الدين اليافعي، تكتب الآيتان في إناء نظيف، وأداة للكتابة مثلا نستخدم حاجة زي مية الزعفران أو أي مادة نباتية طاهرة تكون غير ضارة، وتذاب بعد ما تتكتب في ورقة، تذاب حتى تمحى الكتابة بماء الورد أو زيت الزيتون أو زيت السمسم. الاستخدام: يدهن الخليط على مواضع الألم في الجسم. يعني لو عندك ألم في رجليك، في مفاصلك، في راسك، في مشاكل في أمراض جلدية زي النمش والدمامل أو غير ذلك، تدهن بيها جسمك. وبعد ما تدهن جسمك بهذا الماء أو هذا زيت الزيتون أو زيت السمسم، بعد ما تذوبه تقول بسم الله الشافي المعافي أو أي وعاء مناسب. النتيجة: يزول الألم بإذن الله في وقت قصير. وقد ذكر أن هذه الطريقة مجربة، يعني هذه الطريقة مجربة. أما الآيتين دول، الآية 154 من سورة آل عمران. طبعا أنا لو قرأت الآية هنلقى تعليقات من الإخوة والأخوات هيقولوا لي أنت لحنتي في القراءة. الآيات يا أحبابي هم ظاهرين إن شاء الله قدامكم أهو على الفيديو. الآية 154 من سورة آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة إلى آخر الآية. والآية الثانية من سورة الفتح رقم 29: محمد رسول الله والذين معه، إلى آخر الآية. إن شاء الله جربوا الطريقة دي وبإذن الله تكون نافعة. ملخص الكلام اللي قلناه: آيتين بإذن الله تكتبهم في ورقة وتخليهم معاك تحملهم، هيزيلوا الهم والغم ويحققوا لك بإذن الله مرادك من تفريج الهموم والكروب. أو تكتب الآيتين دول على ورقة طاهرة بمادة طاهرة زي الزعفران أو غيره، وتدوبهم في مية وتغتسل بيها، أو تدوبهم في زيت سمسم، زيت زيتون، وتدهن بهم مواضع الألم، وتقول بسم الله الشافي المعافي، وتكرر الموضوع ده أكتر من مرة. بإذن الله يذهب عنك الألم ويعافيك الله بإذن الله. والطريقة دي جربها بعض العلماء وبعض الصالحين وقالوا أنها طريقة مجربة نافعة ومفيدة بإذن الله. طبعا الكلام ديتي أنا كنت نقلاه من فيديو خص الدكتور شهاب الدين أبو زهو جزاه الله خيرا، وأردت أني ننقل لكم في فيديو خاص لي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ولا تنسوا يا أحباب الكرام دعمي في القناة بالاشتراك والتعليق واللايك والانتساب لمن أراد أو العضوية. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.